أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش عارفين تحلوها ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وهنساعدكم في حلها بإذن الله. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا النهاردة مشكلة أحد متابعات القناة. أنا بحكي لك قصتي بشكل سريع وإن شاء الله يا رب تنصحوني. أنا بنت اتجوزت وعمري 17 سنة علشان كلام أبويا، لأن كل بنات خالي اتخطبوا وقال لي أنت مهملة في نفسك ومحدش تقدم لك. فأول عريس اتقدم لي ما رفضتش وما وافقتش، قلت لأمي أنتم أعلم مني، وكنت بجد مقهورة واتجوزت العريس ده. كنت بحس إن أبويا ما صدق يخلص مني ويجوزني، على الرغم من إن أبويا كان ضد جواز البنات وهي صغيرة، وشفت ده بعيني لما تقدم لإخواتي ناس وكان بيرفض ويقول لهم بناتي لسه صغيرين، وكان دايما بيسخر من اي حد يجوز بناته صغيرين. طبعا قبل ما اتجوز كان في كاتب كتاب وتواصلت معاه وبدات اتقبل الموضوع واتجوزنا، بس حصل مشاكل بين العيلتين لان طباعنا مختلفه عن بعض. بس انا كعروسه معرفتش بالمشاكل دي ووصلت بيت جوزي، بس كان واضح ان في مشكله حصلت في الزفه وانا ما كنتش اعرف ان في مشكله. ونمت بعد ما قعدنا سوا شويه واتكلمنا كلمتين. تاني يوم اهله كانوا مجهزين حفله صغيره لينا، هو سابني وراح قعد مع اصحابه وقت الحفله، وتقريبا ما تقابلناش طول النهار وما كناش زي اي عريس وعروسه. وبعدين نمت صحيت تاني يوم لقيت جوزي مش موجود في البيت، وعرفت من اخته انه خرج الفجر يشتغل، والكل بقى يتكلم انه ازاي يسيبني تاني يوم الفرح. بعد اسبوع من جوازي رحت مدرستي، حتى صحباتي استغربوا اني لسه عروسه وجايه المدرسه. ولما المدرسه خلصت رحت عند امي وكلمتها وحكيت لها على كل حاجه وانا بعيط، وقلت لهم الله لا يسامحكم، لو بتحبوني فعلا طلقوني منه. امي ما ردتش عليا وفضلت تبكي. ولما جه ابويا انفعلت جدا واشتكيت له وما خليتش له اي مجال انه يتكلم او يرد عليا. وسبت البيت ورجعت بيت جوزي، واستمر اكتر من 3 شهور يخرج الفجر ويرجع 11 بالليل تعبان جدا من الشغل، وينام تقريبا بعد نص ساعة من وصوله البيت. وعرفت انه كان مديون وكان لازم يشتغل، بس طبعا ده مش تفسير انه يسيبني وانا عروسة لوحدي ويخرج يشتغل. حتى ما بيتكلمش معايا ولا بيوضح لي اي حاجة. وكمان استمرت حياتي بالطريقة دي، وكنت بحاول اعديها على خير واعمل جهدي اني اكون زوجة صالحة، وكمان بحاول احبه. طول النهار كنت بذاكر واعمل شغل البيت، ومرت حياتي 3 سنين وربنا رزقنا ببنت، بس ما قدرتش احبه ابدا. بعد 3 سنين بدأ يقعد معايا بس بياكل ويشرب وينام كأي شخص في البيت عادي، ما بحسش انه جوزي. ده حتى اخويا بيعاملني احسن منه وبيدلعني. جوزي مر بأيام صعبة كتير هو وعيلته، ووقفت معاه وكنت خير زوجة ليه وخير زوجة ابن. بدأت أحس إن زوجي بيحبني بس بالكلام مش أفعال. قلت هحاول أكلمه وأطلب الدلع والاهتمام، مع إن الاهتمام ما بيطلبش، بس مفيش فايدة ولا أي تغيير. دلوقتي بقالي 7 سنوات متجوزة، وربنا رزقني بولد بعد البنت، ورغم كل ده بحاول أجبر نفسي إني أحبه، لكن للأسف ما قدرتش. بالعكس بقيت بكره وجوده جنبي وبكره قربه مني. ولما بسيب البيت واروح بيت أهلي ألاقيهم كلهم يقفوا ضدي ويقولوا لي أنت سبت البيت ليه؟ أنت غلطانة. كرهت كل حياتي، ما عدتش قادرة أتحمل حتى إني مجرد إني أعيش معاها أكتر من كده. والله عظيم أنا بعيط كل يوم وهو ما بيعبرنيش، حتى لما بتعب ما بيهتمش بيا، وكمان بيحب مصلحته فوق الخيال ومستحيل يتنازل أبدا. وأنا دايما اللي باجي على نفسي واتنازل، وأنا بطبيعتي شخصية هادية وما بحبش المشاكل، ودايما بتنازل عشان البيت يفضل هادي. أنا مش عارفة أعمل إيه وأكمل حياتي إزاي. لصاحبة المشكلة: قبل أي حاجة لازم تاخدي أجازة وليكن أسبوع وروحي بيت أهلك، بس ما تقوليش إن في أي مشكلة. أنت هتروحي كأنها زيارة عادية جدا عشان تقدري تقيمي الأوضاع وتشوفي هتعملي إيه في حياتك وتقدري ترتبي أفكارك. تاني نقطة: هاتي ورقة وقلم واكتبي كل الأوقات الحلوة والمواقف اللي أكيد مريتوا بيها مع بعض. تالت نقطة: تخيلي حياتك من غيره هيبقى شكلها إيه، وهل هتقدري تتحمليها ولا لأ، وهل هتقدري تربي ولادك لوحدك، وهل أهلك هيتقبلوكي ولا هيضغطوا عليكي بزيادة. لازم تكتبي كل الكلام ده بحيادية تامة كأنك مش صاحبة المشكلة، علشان تقدري تقيمي الموقف كويس وتاخدي قرار تكوني مسؤولة عنه مسؤولية كاملة. رابع نقطة: اعتقد زمانك خلصتي دراسة، لكن انصحك انك تشوفي انت بتحبي اي مجال وتبدأي تطوري نفسك فيه، وحاولي تلاقي شغل حتى لو فريلانسر، بس حاجة تخرج طاقتك وتخلي يومك مليان بحاجات كتير مهمة. وكمان انصحك تشوفي فيديوهات او تقري كتب عن التربية الإيجابية وتشوفي احدث طرق التربية في العالم. خامس نقطة والأخيرة والأهم: أنصحك تقري كتاب لغات الحب الخمسة للكاتب جاري تشيبمان. هتلاقي له مراجعات كتير جدا على اليوتيوب، وهتلاقي له نسخ مترجمة بالعربي كتير جدا. بأمانة وعن تجربتي الشخصية فادني في علاقاتي بكل اللي حواليا. الكتاب باختصار بيتكلم على إننا لنا أنماط مختلفة في الحب، فكل حد بيعبر عن الحب بنمطه وبطريقته الخاصة، وفي 5 أنماط أو لغات للحب. أول واحدة فيهم تلقي الهدايا، وتاني حاجة قضاء الأوقات الممتعة، تالت حاجة كلمات التأكيد اللي هي الكلمات الرومانسية يعني أو الإيجابية والمدح،
ورابع حاجة الأعمال الخدمية، وآخر حاجة الاتصال الجسدي. وعلى الأغلب جوزك بيعبر عن حبه ليكي بطريقته أو بلغته هو مش لغتك انت. الكتاب هيفهمك حتى ولادك بيتصرفوا ازاي، وهيفسر لك مواقف كتير جدا حصلت في حياتك مع كل الناس. تاني كتاب انصحك تقريه او تشوفي له مراجعة سريعة، رجال من المريخ ونساء من الزهرة، للكاتب جون جراي. الكتاب بيعرفك ان تفكير الراجل والست مختلفين تماما، وساعتها هتفهمي حتى جوزك بيقعد ساكت ليه، وساعة ما بيقعد ساكت بيفكر في ايه. واخيرا بتمنى لك حياة سعيدة وراحة بال. ولو عندك اي مشكلة او واجهتك اي عقبة في التطبيق ابعتلنا، وان شاء الله هنحاول نحلها سوا.